السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. هذا النهار ديالي هنايا في المغرب. بغيت نشارك معكم واحد الفرحه، يعني انا كنبان لكم فرحانه بزاف حيت غادي نمشي نحقق واحد الامنيه كانت عندي. كنت في نفسي واحد لونسومبل نشري شحال هادي ولكن ما كتبش. يلا كتاب، نمشي نشري. ديت معايا خويا باش يبقى يهضر. انا ديما في هاد المواقف كندير راسي بوهاليه، ما كنعرف ندير حتى شي حاجه، ما كنعرف نهضر لا والو. والله يدومها علينا نعمه. وانتم الله يرزقكم اي حاجه بغيتو تتحققوها. وهذا هو لونسومبل اللي كنت في نفسي فيه شحال هادي نشري. ما كتبش انني نشري لونسومبل كامل، المهم غير هادشي اللي كتب دابا، غير السلسله والطوانك. وماما مشاتش معنا حيت كانت كتوجد كان العيد ميلاد ديال ما بيسور. وجدت لنا الدجاج بالفريت والسفه، وفي العشاء صافي حطينا ليها من بعد الحلوه وطفات الشمع ديالها. ودابا غادي نوريكم الفقره ديال الكادوات شنو جاوها في الكادوات. في الكادوات ما صورتهمش كاملين حيت ما عرفت علاش ما صورتش كلشي، كنت شويه عيانه. خويا جاب لها قرعه الماء. المهم هادو هما لي كادوات اللي جاوها تقريبا. انا الكادو ديالي حتى هو ما صورتوش، ما درتو ليها. الغد ليه مشيت صبنت حوايجي كاملين، وهاد الماسك كنديرو على قبل الشمس. وماما صيباتنا في الغدا واحد الحوته كبيره كانت زوينه. وفي العشيه مشيت لواحد المحل كاين حدا كازا فواياجور كيبيع داكشي ديال الارتيزانه. وهذا هو المحل ديالهم. مع الدخله بالي عندهم واحد الرز ديال الهنود سميتو خانز. هو كيف كتشوفوا. هذه تقريبا بحال دوك التعاونيات. عندهم يعني كيديروا داك تاع الزعفران، كيديروا الحنه، كيديروا يعني داك الشيء ديال البلدي بزاف. وعندهم بالنسبه للاثمنه عندهم شويه زايدين، انا بانوا لي عندهم شويه الاثمنه زايدين. ولكن عندهم شي حوايج اخرين ما تلقاهمش بلاصه اخرى. بحال انا خديت واحد الكاس، انا غادي نشارككم معكم اني عرفت ما غاديش نلقاه في شي بلاصه اخرى من غير لا مشيت لاسفي. عاش غادي نلقاه حيت ملي مشيت لفاس ما لقيتوش. حيت من بعد كنت مشيت لفاس ما لقيتش هذا الكاس هذا. انتم راه كبير الحجم ديالو، الثمن ديالو ب 55 درهم. خديت من عندهم هذا الكاس، وحتى هذاك المسكه الحره حتى هي خديتها ولكن تهرسات ليا. كنت هبطت من طاكسي وهي تهرس. ومشيت حتى للمدينه القديمه. انا كنشارك معكم الاجواء هنايا باش لي شحال هادي ما جاش المغرب يتفكر شويه المغرب. ضروري خصني ناخذ شويه الكادوات للعائله الثانيه اللي عندي في كندا والاصدقاء. خديت ليهم بعد لي شال هكا. منين ساليت الدوران في المدينه مشيت لواحد المطعم اللي كان كيعجبني بزاف، كاين في بورغون، راه هو يمني، حتى داك الاكلات اليمنيه. هذا هو المطعم كيفاش داير من داخل. وهادو هما داك الحوايج اللي شريت. مي غادي نمشي للدار ان شاء الله، راه غادي نشاركهم معكم. وكان عندهم الفوق هذاك واحد بحال المجلس كيقولوا لهم، دوك اللي زعلهم يجلسوا مقراضين في الارض وياكلوا. راه تا هما عندهم بلايص ديالهم. شريت هاد العيران وشربته صراحه مع كان صاد في كازا. برد عليا الجوف كي كيقولوا. وشريت هاد البلاصه بصراحه كان لا علاقه، ماشي بحال اللي كنت كناكل شحال هادي. ملي سولتهم ان الشيف ديالهم اليمني اللي كان كيطيب لهم ما بقاش، مشى يدير واحد الفورماسيون 10 رجع. وكان يعني عوضوا غير بواحد طباخ مغربي. صراحه داكشي كان لا علاقه. ومن بعد عيط عندنا خويا، مشينا تعشينا عنده واحد العشاء خفيف ظريف. المهم المهم هذاك كينطاكيو ما عرفتش كيقولوا ليه هما هادشي اللي صايبوا لينا. ومن بعد حطوا لنا فلون بحال ديسير. ودابا غادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي كنت شريت. المهم مشيت هاد لي شال بحال هكا، وشريت دي سوفونير داك ديال الكيسان ديال اللي فيهم بحال الجليج ديالنا المغربي. انا غنوريكم الجليج اللي عندهم، يعني اللي كاين في هاد الكيسان تقريبا بحال الجليج اللي عند في دار خويا. تا هو نفسه تماما. المهم شريت هاد الكيسان غير مثلا ملي كيجي عندي شي واحد بعض المرات ما قلقه ما نعطيه. وانا توهم شي حاجه مغربيه اصيله يبقاو يتفكرونا بها. بحال مؤخرا كان جات عندي واحد السيده انا دير المراقبه على الدار، حيت كنت غنجيب الارنب ديالي من المغرب لكندا. ومهم بقينا كنهضروا معاها بحال هكا، وقالت لنا زعما كان راه عزيز عليها المغرب بزاف، ما كرهتش انها تمشي تزور المغرب وتاكل في الطاجين. وملي كانت غادا خارجه وانا نعطيها واحد الطاجين صغيور كان عندي. وفرحات سيده بزاف. من بعد بقات كتصوني علينا، ممكن غير كتسول فينا، يعني بقات هذيك العلاقه. يعني واخا ما بقيتش غنجيب الارنب ولكن بقات هذيك العلاقه. وفي الفيديو الجاي غادي نشارك معكم واحد العراضه حضرت فيها، الصراحه كانت واعره. ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.